الخيط الطبي للأسنان المفروض إن كل الناس تستعمله، لأن ده بيشيل بقايا الأكل اللي موجودة بين السنان، وبالتالي بيقلل التسوس اللي بيحصل، وخاصة في المناطق اللي الفرشة مش بتعرف توصل لها بين السنان. فده طبعا لما بعمل كده بصفة دورية ده بيقلل جدا معدلات تسوس الأسنان. الخيط المفروض إن إحنا بنستخدمه مرتين في اليوم على الأقل، مرة الصبح مثلا بعد الفطار ومرة بالليل. بنستعمله يعني في خيط بيبقى جاهز محطوط جاهز بيتباع جاهز بنقدر نستعمله بسهولة، وفي حاجة تانية بتتلف على الأصابع ممكن الطبيب الأسنان في العيادة بيقدر يعمل ديمو للشخص ازاي يقدر يستعمله بسهولة جدا. كمان دلوقتي يعني ما شاء الله التواصل على السوشيال ميديا بقى عالي جدا، فالناس زي ما بتعمل كوتشنج في الرياضة وبتشوف والتمرينات بتاخدها اونلاين تقدر تتعلم تكنيك استعمال الخيط الأسنان.